ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي قوي. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وتنزلوا تحطوا اللايك وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، واللي مش مشترك في القناه اشترك. تمام تمام. يلا بينا بقى، هنعمل مع بعض حاجه كده قمر باذن الله هتعجبكم. اول حاجه هنا معايا بصلتين كبار ضربتهم في الكبه لحد ما بقوا تقطيع صغير كده زي ما انتم شايفين. وجبت هنا كيلو لحمه حطيتهم لحد ما يتعصجوا. وهنا معايا فلفل الوان واخضر وفلفل سبايسي. تمام، قطعتهم مكعبات وبعد كده نزلت على اللحمه واحط ملح وفلفل بس. انا عايزه اعصج اللحمه واحط فيها التكايه اللي هي فلفل الوان، ادى الطعم بصراحه تحفه. هنا بقى معايا كوبايه لبن حطيت عليهم بيضتين وملح وفلفل ومعلقه سمنه كبيره. السمنه بقى ديت انت وذوقك بصراحه، بس انا بحب الجلاش فيه سمنه كتير بصراحه يعني. فالسمنه بقى ديت انت وذوقك بقى. فانا حطيت هنا معلقه سمنه كبيره قوي. تمام، وهقلبهم كده في بعض. وده الخليط اللي هنحط في كل ورقه، هنبلها كده بالخليط اللي احنا عملناه ده. مش هنبلها يعني بالفرشه كده، وهمسح في كل ورقه. تمام تمام. اول حاجه عصجنا اللحمه عادي خالص، طريقه سهله جدا. بشوح البصله لحد ما تاخد لون، وبعد كده بنزل باللحمه، وبعد كده بنزل لحد ما اللحمه لونها يتغير، وبقى نازله بالملح والفلفل. والفلفل بقى اللي انا لكم مع بعض اللي هو احمر واصفر واخضر وفلفل سبايسي. لو انت مش عايزه تحطي فلفل حامي انت حره. وبعدين قلبتهم مع بعض وبس، وقفلت عليها، هي كده استوت اصلا. هنا بقى جبت صينيه حطيت عليها معلقه خليط كده من اللي احنا عملناه مع بعض، اللي هو اللبن والبيض والملح والفلفل. وبعدين هبدا بقى ارص ورقه ورقه. تمام، هحط تحت 5 ورقات واللحمه في النص وفوقها 5 ورقات. تمام لحد كده يعني. وكل ورقه بمسح كده بالفرشه من الخليط اللي احنا عملناه مع بعض. هنا الموبايل كان وقع وكانت كارثة، بس الحمد لله ربنا سترها. تمام زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى ارص كل الورق اللي معايا. كل الورق اللي معايا عامله صينية وسط وصينية صغيرة، صينية صغيرة خالص. هوريها لكم، بس انا ما صورتهاش وانا بعملها علشان نفس اللي انا عملته في الصينية اللي انتوا شايفينها دي دلوقتي. يعني نفس الصينية اللي انتوا شايفينها دلوقتي عملتها في نفس الصينية الصغيرة. في كل ورقه كده بمسح بالفرشه من الخليط اللي احنا عملناه مع بعض، اللي هو عباره عن كوبايه لبن وبيضتين وملح وفلفل اسمر. تمام تمام. هنا خلاص خلصت نص الورق اللي معايا. حطيت بقى اللحمه اللي احنا عملناها مع بعض. والله العظيم الفلفل الالوان لما بيتحط على اللحمه بيدي طعم تاني خالص، بيوديها في حته تانية. جربوا كده تحطوا في اللحمه المفرومه وانتوا بتعملوا الجلاش او اي حاجه انتوا عايزينها، وتحطوا فيها فلفل الوان وفلفل اخضر، بصراحه طعمها تحفه. خلاص هنا خلاص خلصت كل الورقه. واخر ورقه معايا دخلتها كده في اخر ورقه من تحت، يعني اول ورقه من فوق دخلتها كده في اخر ورقه من تحت. وبعد كده قطعتهم وهحط عليها الخليط اللي احنا عملناه مع بعض. هقوله تاني: كوبايه لبن وبيضتين وملح وفلفل، مش اكتر ولا اقل. هنا خلاص خلصته وقطعته. هدخله بقى الفرن. لازم تكوني مسخنه الفرن قبل ما تدخليه. وهنا خلاص كان طلع. وعلى فكره ما شغلتش على الشوايه خالص، كل ده من فرن من تحت بس. ودي الصينيه الصغيره اللي انا عملتها، يعني اتفضل ورق وعملت الصينيه الصغيره دي. يا رب الفيديو يعجبكم. باي باي.